مش قصه انعره، ما كانش صح تكلمهم بالطريقه ديت. انا ما قلتش حاجه غلط. لا قلت، وبعد كده ما تتدخلش تاني. ما تدخلش ازاي يا اختي؟ ولازم انا بقول ما تتدخلش يعني ما تتدخلش. ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ يا سعيد. يا سعد انت فين؟ انا في البيت. خير؟ مخنوق قوي يا سعد وعايز اشوفك. ما اعرفش كلمتك ليه بس مخنوق. طب قول لي انت فين وانا هجيلك. ما كانش ليك حق تتكلم معاه بالشكل ده، ما انت عارف انه حساس. هو انت مش هتاكل يا ابني؟ اما ابقى ارجع. سلام. مش قصه ان هو حساس، على فكره هو غلطان برضه. استغفر الله العظيم يا رب. يلا يا بنات يلا عشان تتعشوا. هو انت مكلمني عشان انزل لك؟ عشان انت متضايق؟ عشان تفضل قاعد ساكت؟ يا عم مش قصة ساكت. تضحك عليا قوي كده. اصل دي اللازمه بتاعت ابويا، اي جمله بيقول قبلها مش قصه ويعيد الجمله هي تاني. ساعات الواحد بيبقى مخنوق ومش عايز يتكلم، عادي. انا بس فجأة حسيت ان انا عايز اشوفك، قلت لما اشوفك هروق. طب فضفض فضفض. انا هسافر، انا زهقت. سافر تروح فين يا جدع انت؟ اي حتة غير البلد اللي ماليش فيها حد دي. عيب بقى، مالكش فيها حد ايه؟ ما انا موجود اهو. ربنا يكرمك يا سعد. انا خلاص بجهز ورقي وهسافر، قلت اقول لك. طب ما تستعجلش، ياما ناس كتير سافرت واتبهدلت. مش فارقة. على فكره ما انا كمان متضايق، بس طول الوقت حاسس انها هتحلو. طول الوقت حاسس ان في حاجه هتحصل تغير الدنيا والدنيا تحلو. مفيش حاجة هتتغير. لا في لحظه هبقى نجم النجوم. البلد دي لو ليها شباك سعد نصار هو نجمه. ماشي يا عم، انت بقى ايه اللي مضايقك؟ نصار. ابوك؟ ايه ما طلعش ابوك؟ مش كده، فجأة حسسني كده ان انا يعني مش مهم. براحتك. بقول لك انا مش عارف ما احكيش بصراحة، انا هحكي. اختي جالها عريس. طب مبروك. ما احنا بقى ما وصلناش لمرحلة مبروك دي. اهل العريس عايزين يعملوا تحريات. انا بقى ما استحملتش الكلام، قمت رادد على ابو العريس. بعد ما مشي ابويا قعد يهزقني بقى ويقول لي ما تتدخلش في الكلام تاني ومش عارف ايه، كلام الابهات ده عارفه. لا مش عارف. المهم انا اتقمصت، والفونسو وكيتي بقى نجوم. الفونسو وكيتو مين؟ انا اللي علمتهم التيك توك، فجأة بقوا نجوم. واختك يا عم سعد، همومك تافهه. كل الهموم تافهه طالما مش هموم اللي بتحكي له. جايز. يا عم روق بقى، اجيب لك عصير وتحكي لي. في ازاي انك تصحى من النوم تكتشف ان عمرك اللي فات كله كان وهم. بس ايا كان اللي مضايقك ما تسافرش. اشمعنى؟ مش عارف، بس انا مش عايزك تسافر. وبعدين الشغل الجديد كويس جدا، والراجل صاحب الشغل كويس وطيب قوي. هو فعلا راجل طيب. تتصدق في مره ايه؟ مفيش. هو في مره كده يعني كلمني بحنيه. وانا والله. اصبر بقى ومين عارف. لا هسافر. يا عم ما تسافرش، يا ده هبقى نجم النجوم وهتبقى صاحب نجم النجوم وههيصك. ربنا يوفقك يا صاحبي. متشكر يا سعد. يا عم متشكر على ايه؟ مفيش بينا الكلام ده. يعني نزلتك على ملا وشك وسمعتني، تشكر برضك. تقولش كده، احنا اخوات.